السلام عليكم، بخير، كيف الحال؟ اليوم سننتقل للحديث عن فترة الانتقالات، ونخصص الفيديو للحديث عن أهم الصفقات التي تمت هذا الأسبوع. قبل الحديث عن الفيديو، لا تنسى الاشتراك بالقناة والضغط على زر الإعجاب ومشاركة القناة. لنبدأ بأول صفقة تمت في الساعات القليلة الماضية، وهي صفقة انتقال ساديو ماني من بايرن ميونخ إلى النصر السعودي لمرافقة كريستيانو رونالدو في فريق النصر، والذي سيقدم إضافة ومشاركة وزنة رفقة الدون في كأس العرب. سبب انتقال ساديو وهو الاضطراب الذي عاشه في بايرن ميونخ الموسم الماضي مباشرة بعد انتقاله من ليفربول إلى ميونخ، لكن لم ينسجم اللاعب مع الأجواء، وكان له خلافات كبيرة مع الإدارة وحتى الطاقم الفني. نمر بعد هذا للحديث عن الصفقة الثانية، وهي صفقة انتقال أندري سيلفا من لايبزيغ إلى ريال سوسيداد. المهاجم ورأس حربة منتخب البرتغال والمتميز ينتقل إلى الدوري الإسباني للتألق مع الفريق الباسكي. الصفقة الثالثة هي انتقال فابينيو من ليفربول إلى نادي الاتحاد لمزاملة نغولو كانتي وكريم بنزيما الذي انتقل حديثا إلى فريق الاتحاد، في صفقة انتقال للبرازيلي قادما من ليفربول الإنجليزي. في انتظار الإعلان عن الانتقال الرسمي لعثمان ديمبélé إلى باريس سان جيرمان، والذي تتم المفاوضات بين برشلونة وباريس سان جيرمان حول اللاعب في هذه اللحظات. قد يتم الإعلان عن الصفقة في الأيام القادمة. الفرنسي المتألق مع فريق برشلونة، لكن يعاني من الإصابات بشكل متكرر، وهذا ما وقف أمام هذه الموهبة الفرنسية. كانت هذه أبرز الانتقالات في هذا الأسبوع، في انتظار باقي الصفقات التي تتم في الأيام القادمة.